السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت باش نجاوب بزاف ديال الناس على بزاف ديال الأسئلة اللي تيسولوني، ومنهم علاش فكرت نرجع للمغرب، وكيفاش دازت التجربة ديالي من بعد ما رجعت للمغرب، وشحال خصك ديال الفلوس باش ترجع للمغرب، وبزاف ديال الأسئلة. المهم غادي نحاول نهضر بحال خوتي كيف ما معروفين، كيف ما ديما غادي نحل قلبي كيف ما هو وربي يشاهد عليا تنقول داكشي صراحة هو اللي كاين. علاش فكرت نرجع للمغرب؟ المهم أنا الحمد لله كنت خدام مزيان في ألمانيا بخير، قريت، شديت الدبلوم ديالي، خدام بخير، ما خاصني حتى خير، المخيرات ناكلها، المخيرات نلبسها، تنسافر، كلشي بخير. ولكن ما كنتش مرتاح أولًا لحقاش ما كانش عندي الوقت، ما كانش عندي الوقت نشوف ولادي، ما كانش عندي الوقت نشوف عائلتي، المهم ما كنتش مرتاح في داك النمط ديال الحياة اللي كان عندي، ديال داك الروتين. ما بقيتش باغيه، فوليت فاهم من الحياة أنه الفلوس ماشي هي كلشي، وأنه كاين شي أمور اللي هي مهمة على الفلوس، وفهمت بأن الراحة النفسية أولًا والوقت، بأنه الدنيا قصيرة بزاف، وإلا ما كنتيش عشتيها كيف ما بغيتي بالراحة اللي بغيتي إلا دوزتيها غير خدمة ما حياة ما والو أولًا. وتما فين تبدل التفكير ديالي، وليت تنقول انه ما بقاش الهدف عندي في الحياه هو غير الفلوس، ما كانش هو غير الفلوس، ولكن الفلوس هو واحد، حنا كاملين تنجمعوا الفلوس في هاد الدنيا، ربي تسمح لنا. المهم واخا ما تهضروش دابا على الامر الديني، حنا عارفين الاخره وداكشي هو الاول، ولكن نخير بينا في الدنيا تيجري على الفلوس من بعد الاخره كيف ما تنقولوا. المهم ماشي كلشي، كاين اللي ناس الاخره، ولكن اون جينيرال باش نهضر، فهمت انه خصو الهدف اللي يولي عندي في الحياة هو يولي عندي الفلوس والوقت، وباش تلقى هاد الكومبينازون اللي هي صعيبة بزاف. تما ملي تنفكر خصني نبدل شي حاجة في حياتي، والتفكير هذا جا تما فين جاتني الفكرة انني نمشي للمغرب، وما فكرتش فيها بزاف، بسم الله توكلت على الله، هبطت للمغرب. هذا هو الغلط الكبير اللي درت، هو انني ماشي غلط صراحة، ماشي غلط. المهم هو الغلط اللي كنت داير شويه، اللي هو انني ما كنت موجد والو في المغرب، وهذا هو الغلط اللي ما خصكمش ديروا. يعني الا كنتي بغيتي تهبط للمغرب خاصك تشوفو بحال سي ان بروجي، واحد البروجي اللي هو كبير، اللي خصك تخدم عليه وتوجد له، كاين اللي خصك توجد له سنين، كاين اللي فكره زوينه، فكره زوينه. نقدر نقول لكم اي واحد عنده الفكره في راسو يتوكل على الله، ننصحو. المغرب كاين ما يدار، علاش كاين ما يدار؟ شنو هو الفرق؟ علاش شنو هو المغرب؟ شوف، في المغرب إلا عندك الفلوس تعيش أحسن من ألمانيا، أحسن من أي بلاد في أوروبا، نكونوا واقعيين. تكون أكثرية لأنك المهم الناس اللي غادي تهبط عاوتاني، حيت كاين شي داري مازالين يلاه جاو يقراو ودغيا بغاو يرجعوا، نقدر نقول لكم عمرك تهبط بلا إلا ما عندكش الباسبور، إلا ما عندكش وراك ما تهبطش للمغرب. أه غير ممكن إلا في حالة وحدة، إلا كنتي في واحد الحالة حرجة نفسانيا وصافي كرهتي، رجع اخويا لبلادك، وان شاء الله اكتب لك عندك في البلاد كاين ما يدار، توكل على الله، رجع لبلادك ماشي مشكل. ولكن لما كانش عندك وجدتي ديجا شي حاجه في البلاد اللي غتمشي غتخدم عليها، شي حاجه اللي ما عندك، بلا وراق، ما صبروا ديروا الوراق ديالكم، ديروا الباسبور ديالكم، وديك الساعه هبطوا. المهم الفكره جاتني علاش، المهم كيف قلت لكم، وليت تنفهم انه الراحه النفسيه هي كل شيء، والوقت هو كل شيء. شنو هما الفلوس اللي كانوا عندي في جيبي وانا ما قادرش نخسبهم مثلا؟ لحقاش الناس اللي في المانيا عارفين انه العطله كتكون عندك في المانيا 6 سيمانات تتكون عندك ديال العطله في العام، كتمشيو لك منها 4 في الصيف، وتيبقاو لك 2 كتفرقهم على العام كامل. وداكشي باش تشوفوا، ولي شفتي هابط طالع بزاف تتعرف بانه راه داير مالادي، وباش كيهبط تيبدل الجو، لحقاش راه المهم 6 سيمانات في العام راه قليله باش تكون عندك العطله. هادشي اللي كاين، وهنا فين بغيت تكون عندي واحد الحريه اكثر في الحياه، ونقدر نبروفيتي اكثر من الحياه ديالي. دونك خصني نبدل شي حاجه في حياتي. نبدل حاجه في حياتي هي انني ندير شي حاجه ديالي، ونعيش مع الناس اللي تنبغي، ونكون قريب منهم، في الثقافه ديالي وفي الدين ديالي، وداكشي باش انا فكرت نهبط للمغرب. فكرة زوينة صراحة، نشجع عليها أي واحد. المغرب واش فيه ما يدار؟ فيه ما يدار. هو خصك
غير هو خصكم كيف قلت لكم تشوف هاد القضية ديال الرجعة للمغرب، خصك تشوفها كوم سي ان بروجي، باش خاصك توجد ليه، خاصك تخدم عليه، خاصك تجمع عليه، خاصك تفكر ليه، خاصك تبدا. المهم أنا ننصحكم إلا شي واحد بغا يهبط للمغرب خصو يبدا شويه بشويه. فهمتي، يبدا مثلا يبدا بواحد الدويره ديالو اولا، شويه شويه يبدا يدير، يبدا في شي محل، يبدا شي حاجه، المهم يبدا شي خدمه اللي هي يبدا فيها شويه بشويه. المهم حيت كل واحد شنو تيعرف يدير، كل واحد شنو غادي يدير، يحاول تدريجيا، والنهار ان شاء الله يلقى عنده واحد، تيدخل عنده واحد المصروف اللي هو كافي في المغرب ديك الساعه يهز وليداتو ويمشي. والدراري اللي ما عندهمش وليدات هذوك تتكون شويه خفيفه عليهم الامور، يقدر يمشي يتقاتل على راسو ويصبر ويدير على ما ربي يسهل الامور. ديك الساعه ماشي مشكل، لا تكافسي بوحدك ماشي لا تكافسي ولادك. المهم انا هكا لما تنقدر ما نقدرش مثلا، داك الشيء علاش دابا لقيتوني في هاد الوقيته في المغرب، لحقاش ما نقدرش انني شي حوايج ما نوفرهمش لولادي. فهمتي، هذه تتبقى امور شخصيه. فهمتي، كل واحد وكيفاش داير. كاين المهم انا بحال قلتي ولفتهم واحد النيفو دو في اللي ما نقدرش، اللي ما ماشي ما نبغيش. المهم خاطري ما يعطينيش وصافي. نقدر بحال دابا انا نهبط نصبر نتكافس مثلا، نصبر في داك الاول نخدم ندير، ولكن ولادي لا. وداك الشيء باش دابا بحال قلتي تنريكوبيري، والحمد لله قدرت نوصل لشي حوايج، الحمد لله رب العالمين، ربي يسر. وهادشي اللي كاين. دونك الخطوه الاولى درتها، وبقات الخطوه الثانيه بحال قلتي دابا راني عايش ما بين المغرب والمانيا، وان شاء الله على ما تيسر الامور ديك الساعه غادي نهبط ديفينيتيفمون. هادشي اللي كاين. المغرب واش فيه ما يدار؟ ما فيه ما يدار. المغرب فيه ما يدار، فيه فلوس كثيره، غير هو خصك تكون ماشي، ما خصكش تمشي بالعقليه ديال المانيا ولا بالعقليه ديال البلاد اللي راك انت دابا فيها. غتمشي بعقليه مغربيه. خاصك تعرف انك الا بغيتي طبيب خاصك تمشي تخلص، غتكون عندك فلوس. المغرب المهم الا ما كانش عندك فلوس ما غاديش تقدر تعيش مزيان. هذه اولا. و نتوما عارفين كاين المشاكل ديال التعليم ديال الصحه. المهم هاد المشاكل في المغرب باش تحلهم بالفلوس. دونك الا خصك تخلص وليداتك تقريبا في المدرسه اللي هي مزيانه بواحد الثمن اللي هو ماشي رخيص، خاصك بغيتي تمشي للطبيب خاصك فلوس صحيحه. المهم هادو هما الحوايج اللي هما خايبين في المغرب. سينو اي حاجه في المغرب صراحه زوينه. هو الامكانيات، كاين اللي عنده الامكانيات يعيش في المغرب مخير. تمشي، المهم كلشي كاين. نتوما عارفين المغرب كاينش دائما، لا ما نزيد نشرح لكم هاد الحوايج اللي وخلاص. وخصك تكون انت تعيش مع دوك الناس، خاصك تكون تقدر تعيش مع دوك الناس مرتاح. على حقاش بنادم تيقلب على الراحه النفسيه ديالو وتيقلب على الحريه اكثر. وبزاف ديال الناس انا هضروا معايا وداك الشيء، وتلقى المشكل انهم وبزاف منهم اللي هبطوا اللي كتبوا لي وداك الشيء، وبزاف اللي باغيين يهبطوا خايفين على ولد وليداتهم. موضوع صعيب هادو ديال الوليدات، ولكن تنقول انه بنادم الا دار شي بيعه والشريه في المغرب وداكشي كبر تبارك الله، ويقدر ولا يقدر داكشي يخدم فيه هو وولادو وداكشي، يتوكل على الله. المهم الا بغيتي تدي ولادك للمغرب خاصك تحاول تخلق لهم في المغرب واحد الجو اللي احسن من هنايا، اللي احسن من المانيا. ولا هو اللي صعيب هما راك عارف تيخلي على حساب العمر ديالهم، تيخليو صحابهم، تيخليو بزاف ديال الحوايج. ولكن في النيفو دو في في المغرب حسن. يقدروا يديروا دي زاكتيفيتي كثار، يقدروا بزاف د الحوايج. المهم حنا بقاش الا كنتي في المغرب حنا عارفين بشويه ديال المهم ماشي بشويه ديال الفلوس، ولكن انك تقدر تعيش مزيان ودير بزاف ديال لي زاكت. المهم كاين ما يدار. تقدر ديهم في التنس، تقدر ديهم السيرف، تقدر المهم ليكيتاسيون. المهم كاين ما يدار. المهم المغرب زوين وفيه الفلوس. يعني ما خصكش تمشي بالمغرب بالعقليه ديال انا، خاصك تمشي بانك دوك الناس اللي غتمشي عندهم عندهم عقليه واحده اخرى. خاصك تصبر على شي حوايج، او خلاص اللي تيسولوا على شحال خصك ديال الفلوس باش تمشي للمغرب. هذا واحد السؤال الا جيت وقلت لكم رقم غادي نتسمى تنكذب عليكم، غادي نتسمى تنخابق، وانا ما عزيزش عليا الخابق. شحال خصك ديال الفلوس؟ لا، انا تيبقى على حسابك انت وشنو البلان ديالك وشنو باغي دير في المغرب.
لحقاش كاين الناس اللي تقدر تعطيهم 10,000 د الأورو، 10 ديال المليون مغربية، يدير بها الذهب، فهمتي، يخرج منها شي حوايج ما كتصورهمش. وكاين واحد آخر تعطيه 300,000 أورو، 400,000 أورو، يمشي ياكلها ويتم جاي، فهمتي. يعني تيبقى كل واحد ورزقو، كل واحد وشطارتو، كل واحد وشنو تيعرف يدير، وكل واحد الفكرة ديالو، كل واحد شنو باغي يدير. وكاين اللي تيبدا صغير وهو غادي تيطلع. يعني أي حاجة أي واحد قال لك حقا خصك قدا وقدا باش تهبط للمغرب كذب عليك. أنا تنشوف أول حاجة يقدر يديرها بنادم في المغرب هي يدير واحد الدويرة ديالو. ملي تدير الدويرة ديالك تولي الأمور ساهلة، تولي أنك الخبز اللي جبتيه تقدر تاكلو، فهمتي، ما كيتزادش عليك المهم الكرا. ويدير واحد القضية اللي شوية نقدروا نقولوا ساهلة تقدر ديرها في المغرب على أوروبا. ومن بعد الرزق ديالك تتجري عليه، تتخدم عليه، وكيف قلت لك كاين اللي غير 10,000 د الأورو يقدر يخرج منها ما عرف شنو، وواحد آخر تعطيه ما عرف شنو ما يقدرش يعرف. المهم النصيحة اللي نقدر نقول لكم هو أنه تقدر خصك تبدا توجد من قبل، تقل تخدم عليها وتوجد لها شوية بشوية حتى يجي النهار اللي الأمور تكون ماشية مزيان، وديك الساعة تقدر تهز وليداتك وتمشي. بزاف تيقولوا لي شنو تنصح الناس اللي مشيه في المغرب شنو. المغرب صراحة مشي فيه كلشي، التجارة مشية. كاين ناس خصك تشوف، ولا بغيتي دير كنصيحة ديما شوف شي دومين اللي انت كتعرفو، واش قاري عليه ولا هي تديرو دابا ولا فايت ديرو ولا كابر بيه ولا ما كانش عندك شي دومين، ديك الساعة غادي تشوف شنو هو الحاجة اللي تقدر شي واحد في المغرب يعاونك فيها. مثلا عائلتكم تعرفوا في الفلاحة ولا شي سير شري أرض مثلا، دير زرعها شي حاجة، فهمتي. عائلتكم ولا شي واحد في عائلتكم تعرف التجارة يقدر يوريك منين تبدا شنو دير، توكل على الله. الناس كاين اللي تيديروا العقار، كاين اللي تيدير لوكاسيون ديال الطوموبيلات، كاين المهم انت ديما شوف ما تمشيش لشي بلاصه انت شي حاجه انت ما تتعرفلهاش، واللي ما كاينش اللي غيعاونك فيها، واللي ما عندكش منين تجيب عليها المعلومات. هاد الحوايج بعد منهم، ماشي غير حيت سمعتي شي حاجه مشيه نمشي نديرها، فهمتي. وهي ماشي لحقاش هذا كاين اللي تيمشي تيدير الماكله هو ما عمرو ما دار الماكله باغ اكزومبل، ولا مع حتى واحد مع ما تيعرفش شي واحد اللي مثلا في عائلته عنده الماكله خاصو غير محل باغ اكزومبل تيكون حريفي. حنا تنتسماو مثلا تيكون عندك شي حريفي في عائلتك ولا شي حريفي في صحابك ولا هادي، تتقول له شوف السي محمد انا نجي غندير محل ونخدمو انا وياك ونديرو البورسونطاج وهادي وهادي وهادي، هذيك الساعه. ولكن باش تمشي نتايا مثلا ما عمرك درتي الماكله وفي حياتك وتمشي من والو، غادي ياكلوك، غادي يجيو الحريفيه غادي ياكلوك وما غاديش تعرف. واخا تقول مع راسك غادي نعرف غادي ندير، ما غاديش تعرف. فهمتي. المهم هاد النصيحه اللي نقول لكم لا بغيتي تبدا شي حاجه في المغرب هو شوف شي حاجه كتعرفها كتعرف ديرها، وإلا ما كتعرفش شي حاجه اللي ما عندك حتى شي فكره، شوف شي حد اللي تقدر تثق فيه اولا ولا يقدر يعاونك واللي غادي يقدر يوريك ديك الطريق اللي نتايا. خصك تشوف شي واحد بعدا اولا اللي معقول واللي غادي يقدر دير معاه شي امور اللي بحال هادي. وواحد النصيحة بغيت نقولها لأي واحد خدام شي خدمة وهو ما مرتاحش فيها ونفسانيا ما مرتاحش ليا في ديك البلاد، يا إما هو ما مرتاحش إما في ديك البلاد ولا في ديك الخدمة. نقدر نقول لك ما تعقش أنك تبدل شي حاجة اللي نتا ما مرتاحش فيها، سواء كانت ديك البلاد سواء كانت ديك الخدمة. لحقاش الحياة إلا ما عشتيهاش كيف ما بغيتي غير غتبقى غير غادي وكتشوتي، ما غاديش تحس بالحلاوة ديال الحياة، وما غاديش تعرف شنو هي الحياة. لحقاش بزاف بينا تنطيحو في داك الروتين وتنوليو خايفين أن تنقولو قريت شحال قريت لهاد الدومين وهادي، وفي الآخر شوف ماشي مهم شحال قريتي لداك الخدمة، ولكن في الآخر ما مرتاحش ليها. شنو غتجيب لك هاديك الخدمة إلا بقيتي فيها واخا قريتي ليها ما عرف شحال من عام. ديما دير شي حاجة اللي هي نتا باغيها وكترتاح فيها. دابا ماشي ضروري حنا ماشي بحال حنا الناس ماشي بحال ما كتعنيش انه قلت لك انا سير دير التجاره تعني التجاره صالحه لك.
كاين الناس اللي خصهم يديروا الوظيفة هما مديورين الوظيفة ما يقدرش يدير شي حاجة من غير الوظيفة، وكاين الناس عاوتاني ما يقدروش يديروا الوظيفة اللي ما عمرهم غادي يرتاحوا في الوظيفة. يعني إلا كنتي ما مرتاحش في شي بلاصة سواء كانت خدمة سواء كانت بلاد سواء كانت مدينة سواء كان بدلة، خاصك تبدلها ماشي بدلها خاصك تبدلها، خاصك تزعم خاصك تقول خاصك ديما تشوف بعيد، ديما نشوف بعيد، ديما ما نحقرش راسي وما نعكش راسي وما نحطش يدي فهمتي، بقاش اون فوا غديرها صافي بحال وانا كانت وصلت واحد الوقيته في الحياه ما بقى فهمتي بحال قلتي ما بقات فين ما بقى عندي فين نزيد شنو فهمتي بحال قلتي وصلت لواحد النيفو ديال شنو صافي داكشي اللي قريت له داكشي اللي ساليته داكشي اللي خدام راني خدام وبقيت مع راسي واش انا هبيل انا غادي نقدر نبقى حياتي كامله في هاد الدومين هذا راه ما يمكنش فهمتي وانا ما مرتاحش فيه 100%. هي قرايته على ود الفلوس مثلا ولا ديك الوقيته ما نعرف ولكن ملي بقيت خدام فيه ما مرتاحش خاصني نبدل. لحقاش بزاف ديال الناس ملي كنقول لهم الراحه النفسيه ما تيفهمونيش حيت ما واعيينش بشنو هي الراحه النفسيه، ما تيجلسوش مع راسهم، ما تيجلسش تلقاه عايش في واحد الستريس اللي هو كبير بزاف ولكن هو ما حسش به. انا كنت عايش فيه كنت لحقاش هادشي من بعد عاد حسيت به بانني كنت عايش واحد العيشه ديال ما تنشوف فهمتي بحال معمي وعايش فواحد الستريس وعايش فواحد الامور اللي انا ما في غنى عنها فهمتي وما صالحاليش وما خصنيش كاع نعيش فيها. ولكن فوقاش كتحس بداك الستريس يعني كتجلس فهمتي كتجلس مع راسك وتبدا تتفكر شنو فهمتي بحال كتسمع لراسك كتسمع لصحتك كتسمع للنفسيه ديالك تقول واش انا بعدا مزيان واش عمر سولت راسك قلت واش انا مرتاح واش انا مزيان ولا بقيت غير معمي وتابع شي حوايج اللي تنظن انهم هما اللي غادي يخليوني فرحان وسعيد في حياتي وهي بالعكس هي ماشي هي ديك الامور. قلب على الحاجه اللي غتفرحك في الدنيا واللي هي القرب من الله سبحانه وتعالى. المهم هذه نصيحه لاي واحد تكون ديما قريب من الله سبحانه وتعالى ودابا في الامور الدنيويه ديما دير شي حاجه اللي انت ترتاح فيها. المهم نتمنى من الله ما نكون نسيت والو وشكرا بزاف على السيبورت بزاف تنشوفكم كاملين تنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين. الا بقى شي تساؤل ولا شي حاجه تقدروا تخليوه لي في لي كومونتير نقدر نجاوبكم تما ولا نقدر الا بقات شي حاجه نقدر ندير فيديو ولا شي حاجه. الفيديو الجاي غادي يكون ان شاء الله من شينوا حيت نبقاو ان شاء الله نمشي وتن الفلوق الجاي غادي يكون من شينوا غنديكم معايا ان شاء الله. على هذا الشيء علاش ما تنساش ابوني لاباج باش يوصلك اي فيديو جديد. خليتكم على خير السلام عليكم.